اتكلمنا عن الابسوربشن وعرفنا العوامل اللي بتاثر على الابسوربشن من بي اتش، من البلاد فلو، من الكونتاكت تايم، من السيرفيس اريا، من البي جلايكوبروتين. طيب في حاجه تخص الابسوربشن، مصطلح اسمه البايو افيلابيلتي، والاختصار بتاعه بي اي في. البايو افيلابيلتي دي يعني is the fraction of administered drug that reaches the systemic circulation. ونحط تحت السيستميك سيركيوليشن 230,000 خط. يعني ايه سيستميك سيركيوليشن يا شباب؟ لفظ سيستميك سيركيوليشن ده لفظ ستاندرد له معنى واحد في كل بلاد العالم، واي حد يسمعه المفروض يفهمه. يعني دم يعني عموما؟ لا، مش الدم عموما. سيستميك سيركيوليشن يعني الدم فيما بعد الكبد. ايه بقى الكلام ده؟ ايه الدم فيما بعد الكبد ده يا دكتوره؟ بص يا سيدي الفاضل، في دم قبل الكبد وفي دم بعد الكبد. الناس بقى اللي خدوا اناتومي يصحصحوا معايا ويفكروني. هو احنا الشرايين اللي كانت بتطلع من الانتستين والكولون والاستومك والريكتم والسبلين، كانوا كل دول بيصبوا على فين. الفين ده بيخش للايه؟ للكبد. اسمه ايه الفين ده؟ الهيباتيك بورتال فين. الله ينور. فكان عندي شريان بياخد الدم اللي جاي من كل الاحشاء ويروح مدخله على الكبد. ليه؟ الكبد ده الفلتر اللي هيفلتر. عشان الكبد يفلتر ويظبط الكلام، بعد كده الدم بعد ما يتفلتر بمكوناته يخرج على فين برضو. كان اسمه ايه اللي ردت عليا بقى؟ اسمه هيباتيك فين، بس حاف من غير بورتال. ثم الهيباتيك فين ده يودي على مين؟ على شريان كان بيدخل على القلب. كان اسمه ايه؟ superior vena cava. هو اوكي، انفيريور وسوبيريور، الفينا كافا عموما. الفينا كافا 100 100. طب السيستميك سيركيوليشن بقى عندما يكون الدواء فين بالظبط؟ هنا الجزء ده من اول الهيباتيك فين واحنا بنلف بقى. يعني الدواء وهو في البورتال فين، يعني قبل الكبد، ما يعتبرش سيستميك سيركيوليشن؟ يس. طب قصدك ايه من الكلام ده؟ قصدي ان الدواء جوه الانتستين هيحصل عليه تفاعلات وتكسير وتبويض وحوارات، ما هي الانتستين مليانه انزيمز. حلو. وهو من الاستومك نفس النظام، اتعرض للاتش سي ال وتعرض للانزيمات بتاعه المعده، فحصل عليه تفاعلات ومش عارف ايه، وحصل منه كميه وباظت. زائد كده راح للليفر، الليفر مليان انزيمات عملت تفاعلات مع الدواء وبوظت في شكله وكسرت فيه. فمعنى كلامي ان احنا الدواء بيتعرض لحمله شديده جدا من التبويض والتكسير قبل ما يوصل للسيستميك سيركيوليشن. الحمله دي بتحصل في الاستومك وفي الانتستين وفي الكبد. بنطلق عليها ايه بقى كل ده؟ فيرست باس ميتابوليزم او فيرست باس افكت. مش انت كده تسمع يقول لك الدواء ده ما بيحصلوش فيرست باس افكت او حصل له فيرست باس افكت؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفيرست باس اللي هو اول حاجه بيتعرض لها قبل ما يوصل للسيستميك سيركيوليشن. ايه هي اول حاجه بيتعرض لها؟ انزيمات الجي اي تي وانزيمات الكبد. وصلت اللي انا عايز اقوله؟ فالبايو افيلابيلتي معناه ايه بقى؟ الجزء اللي نجا، الجزء اللي عرف يعدي بعد التكسير ده كله. طب اديني مثال. عندك حضرتك دواء هديك منه 100 مللي جرام في هيئه كبسول. الكبسول ده دخل فتح مكوناته في الاستومك، حبه منه اتكسروا في الاستومك، ماشي، بقوا يعني كانوا 100، راحوا للانتستين 90. حلو. ال 90 اللي في الانتستين دول اتعرضوا للانزيمات بتاعت الانتستين والنورمال الفلورا اللي عايشه في الانتستين، فتكسر من الدواء حبه. تم امتصاص كام يعني؟ تم امتصاص 80. دول اللي عدوا ومشيوا في الهيباتيك بورتال فين. ال 80 دول دخلوا الكبد، الكبد كسر في حبه منهم، واللي عدى من الكبد ووصل للسيستميك سيركيوليشن 70. يبقى انا الفراكشن، الجزء اللي وصل للسيستميك سيركيوليشن من الجرعه بتاعتي كام؟ 70 على 100. يعني كام؟ يعني 0.7. لو حبيت اخليها برسنت 0.7 في 100 يعني 70%. هي دي البايو افيلابيلتي. يقول لك البايو افيلابيلتي بتاعت الدواء ده 70%. يعني ايه 70%؟ يعني 70% من الدوز بيوصل للسيستميك سيركيوليشن. امال ال 30 راحوا فين؟
اتكسروا بقى في الكبد مع الانتستين مع الاستومك في الحته الفيرست باس. اهو 100 مللي جرام من الدراج administered orally. 70 مللي جرام of this drug are absorbed unchanged. يعني في 70 بس وصل للسيستميك سيركيوليشن unchanged. يعني ايه unchanged؟ لان هو بيقول لك ان في ال 30 التانيين دول اتغيروا بقى، حصل لهم ميتابوليزم في الكبد وحصل لهم ميتابوليزم مش عارف ايه، اتغيروا اشكالهم اتغيرت، فما بقاش الدواء بتاعي ما بقاش يعمل افكت. امال الدواء بتاعي اللي بيعمل افكت 70% بس منه اللي عدى. فبايو افيلابيلتي 70، بايو افيلابيلتي 80، بايو افيلابيلتي 90. ده المعنى بتاع البايو افيلابيلتي يا شباب. اوكي؟ طيب سؤال ليكم بقى الناس اللي مصحصحه معايا. الاي في روت لو هدي الدواء عن طريق الاي في البايو افيلابيلتي بتبقى كام؟ 100%. 100. 100 100 عظيم. شكرا للي جاوبه. 100%. ليه 100% اللي جاوب؟ يقول لي اسمه بس الاول عشان بتعرف عليكم بس يا ولاد. مين اللي جاوب؟ سكتوا هما الاثنين، اثنين حلوين قوي في الاجابه. اسمكم ايه بقى وعرفوني ليه ما يجاوب ما يفتحوش بقهم. مين اللي جاوب؟ انطقوا مين؟ فاطمة يا دكتور. ماشي اهلا يا فاطمه. ليه بقى 100% يا فاطمه؟ لانه مش هيعدي على كل اللي احنا قلناه ده، هو هيمشي في الدم ومش هيعدي اصلا على الليفر، فعمره ما يحصل له فيروس بس افكت. عظيم جدا. مش هيحصل له فيرست باس افكت. طب في اماكن تانية ما بتوديش على الفيرست باس؟ اه طبعا. ايه رايك لو سالتك على الانهيلر، الانهيليشن روت اللي هو يعدي من اللنج، يعدي على الفيرست باس؟ لا ما يعديش على الفيرست باس. طب ايه رايك لو قلت لك السبلينجوال، يعني تاخده تحت اللسان يمتص من البق، يعدي على الفيرست باس؟ ما يعديش على الفيرست باس. السكين يعدي؟ لا ما يعديش. تمام يا ولاد؟ طيب ايه العوامل اللي بتاثر على البايو افيلابيلتي؟ خلاص ادينا شرحنا وقلنا ان انا عندي اول عامل بيأثر على البايو افيلابيلتي هو الفيرست باس. تمام؟ اوكي. فزي ما انت شايف احنا هنا عاملين جراف بيتكلم عن البايو افيلابيلتي بتاعت كل الروت اوف ادمنستريشن. الماكسيمم بايو افيلابيلتي بتاعت مين اهو؟ انترافينوس. اكتر روت يديني اعلى بايو افيلابيلتي هو الانترافينوس. يجي بعده الانتراماسكولار، يجي بعده السبكوتينيوس، يجي بعده الاورال، يجي بعده الريكتال. تمام؟ طيب ايه العوامل اللي بتاثر؟ مش عليكم يا جماعه الجراف اللي فات ده عشان بس ما تبقوش مخضوضين، ده بس حاجه فور يور نوليدج. solubility اوف ذا دراج. يعني ايه يا دكتور solubility اوف ذا دراج؟ ذوبان الدواء جوه الفلويدز بتاعت الجي اي تي بتاعتك هتاثر على البايو افيلابيلتي بتاعته. ازاي؟ فرضا الدواء بتاعي هيدروفيليك، فيري هيدروفيليك. لو الدواء هيدروفيليك جدا معنى كده انه هيدوب في الفلويدز بتاعت الجي اي تي بتاعتي ولا لا؟ حد يرد. هيدوب، هيدوب جدا. طيب يقدر يعدي من السيل ممبرينز بتاعت الانتستين وهو فيري هيدروفيليك؟ لا. ليه؟ لان السيل ممبرين عايزه ايه عشان يعدي؟ هيدروفوبيك. عايزاه يبقى مور هيدروفوبيك شويه، بيحب الليبيد شويه. فاذا لما الدواء بتاعي يبقى فيري سوليبل فيري هيدروفيليك، دي مش حاجه حلوه. مش هيعدي منه كميه كبيره، البايو افيلابيلتي هتقل. طب حلو. واحد فيكم يقول لي ايه؟ خلاص يبقى نخلي الدواء بتاعنا فيري لايبوفيليك. هو هيعدي من السيل ممبرين بس خلي بالك، هو البيئه بتاعت الجي اي تي بتاعتي ايه؟ مش ميه؟ يعني محتاج يدوب الاول. طب لو انا اديت دواء فيري لايبوفيليك او هيدروفوبيك، يعني هيدوب اصلا في الفلويدز بتاعت المعده؟ مش هيدوب، مش هيبقى سوليبل، هيبقى مكلكع كانك حاطط زيت على ميه. فمش هيدوب، فمش هيبقى مؤهل للامتصاص. فلو فيري لايبوفيليك هيبقى نوت سوليبل، مش هيدوب فمش هيعرف يمتص. فاذا برضه بايو افيلابيلتي قليله خالص. امال اعمل ايه يا دكتور؟ انت حيرتني. قال لك الاوبتيمم حلو، الوسط حلو. يبقى اوبتيمم لايبوفيلستي، اوبتيمم سوليبيليتي، حاجه كده بين الاثنين. عشان كده دي من اكتر الحاجات اللي في مراحل تصنيع الدواء تاخد وقت. انك تقعد بقى ايه، انتوا ما خدتوش سيوتيكال لسه صح؟ خدتوا ميديسنال او سيوتيكال ولا لسه؟ لا لسه. لما تاخدوا سيوتيكال وميديسنال هيبقى ده شغلكم الشاغل في اي دواء. يقول لك والله احنا صنعنا الدواء الفلاني بس لقينا امتصاصه والسوليبيليتي بتاعته مش احسن حاجه، فعملنا الجيل الثاني منه. ايه الجيل الثاني منه؟ مور لايبوفيليك شويه، فحطينا مش عارف جروب اسيتيك اسيد، حطينا جروب مش عارف جروب لايبوفيليك ايه، وهكذا. فشغلكم في السيوتيكال هيبقى في الحاجات دي برضو. ايه التطوير اللي عملته في الدواء عشان اديله لايبوفيلستي زياده بحيث يقدر يدوب ويقدر يمتص الاثنين مع بعض. طيب
فاذا السوليبيليتي تاثر على البايو افيلابيلتي. طيب كيميكال انستابيليتي، من الحاجات اللي هتاثر على البايو افيلابيلتي بتاعت الدواء هو ان هو يبقى كيميكالي انستيبل في الجي اي تي. حاجه مثلا زي البنسلين جي او الانسولين. حفظ بعد اذنك، احفظ المثالين دول. الدوايين دول اسيد او ايه سوري اسيد سنسيتيف، بيتكسروا بالاسيد. عمرك شفت عملنا اقراص انسولين؟ اغششكوا حاجه، يعني في تطوير وفي ابحاث بتتعمل، يعني كمان 10 سنين ممكن نلاقي اقراص انسولين فعلا، بس بس الكلاسيكال بتاعنا، الكلاسيك ثيوري بتاعتنا ايه؟ مفيش حاجه اسمها اقراص انسولين. ليه يا جماعه مفيش حاجه اسمها اقراص انسولين؟ لان الانسولين ده ايه؟ بروتين. بروتين. بالظبط، والبروتين في المعده بيحصل ايه؟ بيتدشمل. ده انت في المعده فيه هناك، ده انت كميه انزيمات هاضمه للبروتين واتش سي ال وحوارات، فما ينفعش اعمل انسولين عن طريق الاورال روت. بس زي ما قلت لك 10 سنين وهنلاقي في ابحاث قويه جدا في الحوار ده، في حاجات نزلت بس مش للانسولين، نزلت الاميلين. هنعرف برضو لما تبقوا معايا في فارما 3 هبقى اقول لكم الحاجات دي. فكمان 10 سنين كده ممكن نلاقي انسولين عن طريق الاورال روت. المهم مش قصتنا. فالانسولين حتى الان لا، ما ينفعش اديه اورال. البنسلين جي ما ينفعش. حد عارف البنسي تارد؟ حقنه البنسي تارد او حقنه حقنة الديب. الروماتيزم. ايوه الله ينور عليك، حقنه الديبوبين والبنسي تارد. ده بنسلين اصلا. بنسلين جي اللي هو اول شكل من اشكال البنسلين بيتكسر بالاسيد بتاع المعده، ما ينفعش يتاخد في المعده، فبقى الافيلابيلتي بتاعته زباله، بتبقى 10% مثلا. فخلاص الحل ايه ساعتها؟ تغير الروت بقى خالص. الانسولين هديه سبكوتينيوس، البنسلين هديه انتراماسكولار. وصلت؟ طيب بعد كده النيتشر اوف فورميوليشن، طبيعه الفورميوليشن بتاعتي بتاثر على البايو افيلابيلتي طبعا. هل انا كبسول؟ هل انا تابلت؟ هل انا اكستندد ريليز تابلت، اي ار تابلت، او اللي هي الاكس ار؟ حد عارف يعني ايه اكستندد ريليز تابلت؟ حد عارف؟ يعني الريليز واحدة واحدة. بالظبط، يعني برولونجد، ممتده المفعول. البتاعه اصلا معموله علشان تخرج الدواء بالراحه، فما تتوقعش منها بايو افيلابيلتي عاليه. ما تقارنهاش مثلا بالاميديت ريليز تابلت، لا طبعا الاميديت ريليز تابلت هتبقى بايو افيلابيلتي اعلى. فاذا الناتشر اوف فورميوليشن هتاثر على البايو افيلابيلتي، اللي هي طبيعه الايه؟ النيتشر اوف فورميوليشن، طبيعه البتاع بتاعتها. طيب ديستريبيوشن، ايه هو الديستريبيوشن؟ الدواء هيتوزع ازاي في الجسم؟ كده انا وديت الدواء من السايت اوف ادمنستريشن على البلد. الديستريبيوشن بقى هو العمليه اللي بتوصف توزيع الدواء من البلد لكل انحاء الجسم. احنا كده شفنا دواء اكس ده، لقيناه يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي، المهم لقيناه متواجد بشده في البون. الدواء واي ده لقيناه متواجد بشده في الليبيدز. الدواء زد لقيناه بيخش للسي ان اس عادي، بيخش للبرين طبيعي خالص. الدواء ايه؟ مش عارف يخش السي ان اس. قال لا، اذا توزيع الادويه في الجسم حوار، في تفاصيل وفي عوامل بتاثر عليه. يس، جميل جدا. فمحتاجين نفهم عمليه الديستريبيوشن دي، معانيها، المصطلحات بتاعتها، وايه الحاجات اللي بتاثر عليها. اوكي. فهي the process by which the drug leaves the blood and enters other body compartments، الانترستيشيال and intracellular. ايه الكلام بقى الكبير ده بقى؟ ده ايه الكلام الجديد اللي علينا ده؟ وايه body compartments دي؟ ايه اجزاء الجسم؟ هو الجسم اجزاء؟ اه يا سيدي الفاضل، لما نيجي نتحدث على الجسم كسوائل كفلويدز، هو جسمك ده كله ميه، لما اتحدث عنه كفلويدز فهو متقسم compartments. فهمنا يا دكتور، شعبوا لنا الموضوع شويه. بص يا سيدي الفاضل، شعبوا لك الموضوع عشان دي من الحاجات اللي كنت بكرهها وانا طالب، يعني مفيش حد شرحها كويس خالص. المهم انا عندي جردل اهو، جردل ميه ماشي، حلو. جبت قرص باراستامول عباره عن 1000 مللي جرام، ادي قرص باراستامول اهو، ورميته في جردل الميه، داب. انا معايا ايه؟ معايا الاماونت، صح؟ صح. انا طلبت من حضرتك can you determine the volume بتاع الجردل ده؟ تقدر تقول لي الفوليوم بتاع الجردل؟ واحد فيكم شاطر هيقول لي اه يا دكتور اقدر اعرفك الفوليوم. مش انا معايا اماونت؟ اه. نحلل ونشوف الكونسنتريشن، اقدر اجيب الفوليوم ازاي؟ هو الكونسنتريشن ايكوال ايه يا اولاد؟ ماس على فوليوم. بالظبط، اماونت او ماس على فوليوم. عظيم. طب لو معايا كونسنتريشن، معايا الاماونت، اقدر اجيب الفوليوم بكل بساطه، صح؟ اه. جيت حللت الميه دي، لقيت والله ان انا عندي 25
ملي جرام، لا بلاش 25، 250 ملي جرام بير لتر. فجيت احسب الحسبه، قلت خلاص 250 ملي جرام بير لتر، يبقى الفوليوم بكام؟ يبقى 1000 على ال 250 يبقى باربعه، يبقى الجردل ده كله 4 لتر. سالت الراجل اللي ملك جردل بالخرطوم، مع انه كان موجود وممكن يعرفني، هو الجردل ده بيشيل كام يا عم الحاج؟ قال لي 4 لتر. قلت الحمد لله 100 100. ده في الجردل. امال في الجسم ايه اللي بيحصل؟ في الجسم جينا ادي ده واحد اسمه حسام، ادينا لحسام القرص ال 1000 مللي جرام، قال له خد يا حسام ابلع. حسام خد القرص، سحبت من حسام عينه وريد، سحبت من حسام عينه بلاش قرص، ما اديتوش قرص عشان البايو افيلابيلتي والكلام ده كله، اديته له حقنه، اديته ال 1000 مللي جرام حقنه. المفروض ال 1000 مللي جرام دخلوا دمه صح؟ اه. من ايده الثانيه سحبت سامبل من دمه عشان اعين فيها كونسنتريشن. شفت الكونسنتريشن، بس قبل ما اشوف الكونسنتريشن انا سالت الدكتور بتاعي، هو يا دكتوره كميه الدم اللي في جسم الانسان قد ايه؟ حد عارف يا اولاد؟ انا عندي الفوليوم بتاع الدم في جسمي قد ايه؟ كام لتر؟ 5 6. 5 6 مش 3 يعني؟ 5 6 ماشي. فوليوم، حد متاكد يا جماعه من المعلومه دي؟ عشان انا هكتب، اعتبرهم 5. 5 لتر ماشي، انا هعتبر ماشي معاك 5 لتر اوكي. الفوليوم اوف بلاد 5 لتر. فانا متوقع قبل ما اشوف العينه واشوف الكونسنتريشن انا عندي 1000 مللي جرام من الدواء على الخمسه، يعني كام؟ يعني 200 مللي جرام بير لتر. فانا داخل كده فارد عضلاتي، سحبت العينه وهخش على الجهاز بتاع الكروماتوجرافي او جهاز الاتش بي ال سي عشان اشوف الكونسنتريشن بتاع الدواء بتاعي في الدم. فمتوقع الاقيه 200 مللي جرام بير لتر يعني. فبشوف الكونسنتريشن، السي بي نود اوف دراج، الكلام ده هتاخدوه في الكايناتكس معايا برضو ان شاء الله في سنه رابعه. لقيت 0.1 مللي جرام بير لتر. ايه ده؟ ازاي يعني؟ ازاي كونسنتريشن الدواء في الدم حاليا وقت ما اديته الحقنه 0.1 مللي جرام بير لتر؟ حصلت ازاي دي؟ فجه زميلك اللي جنبك قال لك طب ما كده الفوليوم بتاع الدم ده مش مظبوط، ده مش 5 لتر، ده كده الفوليوم اكيد اكبر من كده. فقلت طب ما تيجوا نعملها بالعكس، مش انا عندي كونسنتريشن 0.1 اه، والاماونت اللي انا حاططها بايدي 1000 مللي جرام اه، فالفوليوم كام يا ترى؟ يبقى 1000 على 0.1 تدينا كام دي يا شباب؟ تدينا 10000 لتر. فبصيت لصاحبك اللي جنبك قلت له يا ابن الذين، هو حسام ده شايل 10000 لتر دول فين؟ ازاي يعني 10000 لتر ازاي؟ فتوصلنا، رحنا لحد اكبر مننا بيفهم، قلنا له احنا لما جينا عملنا الحسبه دي، قال لك يا حبيبي لا، قال لك اللي انت عملته ده اسمه فوليوم اوف ديستريبيوشن، ده مش ريل فوليوم، ده مش فوليوم حقيقي، ده هايبوثيتيكال، ده نظري، ده حاجه معياريه. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ ايه اللي يعني ايه مش حقيقي؟ يعني هنا ده بيعبر لك على ما مدى انتشاريه الدواء في الجسم. الفوليوم ده مش فوليوم حقيقي، الفوليوم ده معناه ان الدواء ده بينتشر جامد جدا. يعني ايه برضو فهمني؟ هقول لك مش لو الدواء ده مش بينتشر ومش بيسيب الدم كان زمان الكونسنتريشن بتاعه في الدم اعلى من كده؟ تقول لي اه. طب معنى ان انا لقيت ان الكونسنتريشن بتاعه في الدم قليل، يبقى كده هو بيعمل ايه؟ ده مش قاعد في الدم اصلا، ده ساب الدم ومشي. ساب الدم ومشي راح فين؟ اقول لك راح للاذر كومبارتمنتس. فنوصل لحته هنا ان الجسم متكون من اذر كومبارتمنتس مش دم بس، والدواء عنده القدره على حسب صفاته ان هو يتنقل ما بين الكومبارتمنتس دي. ففي دواء هنلاقيه ان هو الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه 10 لتر، ودواء تاني هلاقيه عباره عن 100 لتر، ودواء تالت 40 لتر، ودواء زي ده 10000، ودواء مش عارف ايه 50000. لا 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 لا، في نفس الجسم مع اختلاف الادويه اه، لان كل دواء هيبقى عنده القدره على انه يسيب الدم بسرعه ببطء، لا يحب يقعد في الدم ما يسيبهوش، لا ده بيسيب الدم في ثواني وبيروح يقعد في العظم مثلا، يروح يقعد في الليبيد، يروح ينتشر في باقي الفلويدز. فدي كانت مقدمه لطيفه لما معنى الديستريبيوشن، وان في حاجه بارامتر بيعبر عنه في الكلينيكال في الكاينetics انا اسف اسمه فوليوم اوف ديستريبيوشن. فوصلنا ان انا عندي فلويد كومبارتمنتس في البادي، السوائل في جسمي متقسمه لمناطق. المنطقه الاولى وهي البلازما،
المنطقه الثانيه هي الانترستيشيال فلويد. ايه الانترستيشيال فلويد دي؟ السوائل والميه اللي موجوده ما بين الدم والخلايا، اللي موجوده ما بين الاعضاء والخلايا والاعضاء والدم بتاعي. ما انت الجسم بتاعك جوه ده مش ناشف، ده كله مي كده. فالشريان بينه وبين التشو او بينه وبين السيل ميه. الميه دي اسمها الانترستيشيال فلويد. كويس جدا. الميه اللي جوه الخلايا اسمها الايه؟ انترا سيلولار فلويد. يبقى انا عندي كام كومبارتمنت؟ 3. الدرج ماله؟ الدرج في حاله ايكوليبريم ما بينهم، بيقدر يتنقل ما بينهم. في درج يقدر يتنقل ويوصل هنا، يعني يبقى موجود في الدم وموجود هنا، ويجي عند الخلايا لا ما يعرفش يخش، كميه قليله بس اللي تخش منه. في دراج تاني، عايز اغير اللون، اختار ازرق مثلا، ماشي. في دراج تاني لا، تلاقيه قاعد في الدم بس مش قادر يسيب الدم ويخرج. ليه؟ هنعرف. في دواء تالت نلاقيه، عايزين اخضر مثلا، نجيب اخضر، نلاقيه معدي وقاعد هنا بكميات كبيره جدا جدا، ونلاقي في الدم منه كميات بسيطه خالص، وهنا كميات بسيطه خالص، لكن جوه السيل منتشر جوه الخلايا. فاذا الموضوع هيعتمد على الدواء يا دكتور؟ يس. على صفاته؟ يس. بس يهمني دلوقتي وانا بقدمك لمفهوم جديد تبقى فهمت القصه. انا عندي ايه؟ عندي ميجر كومبارتمنت للبادي. البادي بتاعي متقسم مناطق: بلازما، انترستيشيال فلويد، انتراسيلولار فلويد. الدراج هيتنقل ما بينهم. طب الدراج اللي عنده القدره انه يسيب الدم ويروح للانتراسيلولار فلويد، ده بقول عليه ايه؟ انه عنده فوليوم اوف ديستريبيوشن عالي ولا واطي؟ يا رب حد يجاوبني صح عشان ما انتحرش. الدواء اللي بينتشر اللي بيسيب الدم ويروح بيبقى عنده فوليوم اوف ديستريبيوشن عالي ولا واطي؟ عالي، هو عشان لو حد جاوبني غلط هموته. عالي. معنى ان الفوليوم اوف ديستريبيوشن رقم كبير، 10000 لتر، 1000 لتر، 500 لتر، معنى ان الارقام كبيره كده، يبقى الدواء ده الكونسنتريشن بتاعه في الدم قليل خالص، يعني مش متواجد في الدم، يعني هربان، يعني سايب الدم. طب فوليوم اوف ديستريبيوشن قليل، يعني ايه فوليوم اوف ديستريبيوشن قليل؟ يعني كونسنتريشن في الدم عالي جدا، فمعنى كده ان هو حابب الدم وقاعد فيه، يعني انتشاريته مالها؟ ضعيفه. يهمني تبقى فاهم المفاهيم دي، اكتبها على جنب. طيب، ده منظر تاني للكومبارتمنتس بتاعت الجسم. ادي البلد، وادي اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد او الانترستيشيال فلويد. اكسترا سيلولار ده اختصار لاكسترا سيلولار، يعني الفلويد اللي بره الخليه، ده الفلويد اللي جوه الخليه. طب الدراج بتاعي هنا في الدياجرام ده بيديك حته كده بسيطه هنحتاجها كمان شويه. الدراج عشان يقدر يعدي من البلد للكومبارتمنت اللي بعده لازم يبقى ايه؟ حر. لازم يبقى حر. هو الدراج يا دكتور في الدم مش حر؟ هقول لك كمان شويه بالظبط ان الدراجز بتاعتنا حبيبي في الدم ما بتمشيش لوحدها، بتبقى راكبه على ميكروباص بيوصلها، اللي هو مين؟ اللي هو الالبيومين. ده حاجه اسمها بلازما بلاد بروتين. الادويه بتاعتنا ما بتمشيش في الدم لوحدها، بتبقى متحمله على بروتينات بتتحرك بيها. طب الدواء اللي راكب في بلازما بلاد بروتين يقدر يعدي؟ ما يقدرش، بيبقى حجمه كبير. امال الدواء يعدي امتى؟ لما يبقى حر. فلازم الاول البلازما بلاد بروتين ده يفك من الدواء ويسيبه في حاله عشان يقدر يعدي. فهغششك، من ضمن الحاجات اللي بتخلي الدواء لا ينتشر ولا يستطيع الوصول للخلايا ولا يستطيع انه يزود كميه انتشاره في الجسم، هو انه يكون بيحب البلازما بروتينز، او البلازما بروتينز بتحبه. يجي يقول لك ايه؟ الدواء الفلاني الهيبارين بيرتبط بالبلازما بروتينز بنسبه 99%. يعني البلازما بروتينز لما بتشوفه ما بتعتقوش، بتمسك فيه تكلبش فيه. بناء عليه انت تستنتج في دماغك، لو سالتك الهيبارين يا ترى انتشاره حلو ولا انتشاره وحش؟ انتشاره وحش. وحش. ليه؟ لان هو ممسوك بالبلازما بروتينز، مش بيرضوا يسيبوه، فما بيعرفش يعدي من البلد لباقي الكومبارتمنتس، ما بيقدرش يوصل للحاجات التانيه. على العكس لو قلت لك دواء تاني البلازما بروتينز لا بتمسك فيه بنسبه 70%. واحد زي ده، تتوقع انت انتشاره يبقى عامل ازاي؟ انتشاره وحش. كبير، انتشاره واسع، عشان خاطر بيمسك في البلازما بروتينز بضعيف، بنسبه قليله. تمام يا شباب؟ طيب، تعالى على اللي بعده. ايه العوامل اللي بتاثر على الديستريبيوشن؟ خلاص انا فهمت كده منك يا دكتور ان انا في حاجه اسمها ديستريبيوشن، وان انا الجسم عباره عن كومبارتمنتس،
وان الادويه، ان الدراج بيسيب البلد وبيروح للكومبارتمنتس الثانيه. ايه الحاجات اللي بتاثر؟ ايه اللي بيخلي الدواء ده يروح بكميه كبيره او ما يروحش؟ اول حاجه، اعدل بقى يا عم، خلينا نخلص المحاضره. اول حاجه البلاد فلو. يا ترى البلاد فلو للعضو اللي احنا بنتكلم عنه كويس ولا قليل؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا عايز اشوف دلوقتي، والله لقيت ان الديستريبيوشن بتاع الدواء بتاعي في البرين قليل، الدواء مش رايح للبرين. عايز اشوف هو ليه مش رايح للبرين، او سوري، رايح للبرين بنسبه كبيره، بيتراكم في البرين بنسبه كبيره او بنسبه عاليه، وصوله للبرين بنسبه عاليه. ليه يا ترى؟ قال لك لان في اعضاء، ها، الدم بيروح لها بكميات كبيره. مش ديستريبيوشن ده يا شباب، يعني توزيع الدواء من البلد للاعضاء. فلو عندي عضو بيروح له دم بكميات كبيره، مش معنى كده ان فرصه ان الدواء يروح للعضو ده هتبقى كبيره؟ يس. ايه هي الاعضاء اللي في الجسم؟ مهم، بتيجي MCQ. ايه الاعضاء اللي في الجسم اللي بيبقى واصل لها بلاد فلو اعلى من غيرها؟ عندك والله البرين، عندك والله الليفر، عندك الانتستين، عندك الكدني. فاذا عندي الحاجات دي كلها البلاد فلو بتاعها عالي، الدم اللي رايح لها عالي، مقارنه بمين؟ لا، مقارنه مثلا بالسكن. بص كده، تلاقي عندك البرين بيروح له 15%، الكدني 20%، الليفر 25. طب السكين 5%. فلو قارنت لي السكين بالليفر مثلا، لا صباح الفل، ده الليفر بيروح له ربع دمك. فطبيعي جدا تلاقي ان الدواء موجود في الليفر، متراكم في الليفر. وده عشان كده لما دايما بتقول ايه، الدواء ده عنده هيباتوتوكسيك افكت، بيضر الكبد. ليه بيضر الكبد؟ لان عشان خاطر الدواء ده بيروح كميات كبيره منه للكبد. عايزك تبقى انت فاهم حاجه زي كده ومدركها. طيب، السايوبنتال. السايوبنتال ده مخدر مهدئ بيتاخد قبل العمليات. ده بيقول لك ايه؟ بيدي فيري رابيد افكت. ليه بيدي فيري رابيد افكت يا دكتور؟ اولا، عنده صفتين مهمين جدا. بيقدر يعدي من البلاد برين بارير، فهيقدر يخترق للمخ ويعطل الجهاز العصبي فينيمك. ده الميزه الاولى. الميزه الثانيه انه بيتحبس في الCNS، بيحب الCNS جدا، يقعد هناك، فبيدي افكت هناك، وبيدي افكت على طول سريع. على طول هو بلاد برين بارير يقدر يعدي، وكمان في نفس الوقت بيخرج من الكدني بشكل سريع، فمفعوله بينتهي بسرعه. تاني الحته دي تاني عشان تبقى انت عارفها، دي مش عليك بس عشان تبقى انت عارفها. سايوبنتال، ايه الميزه ان انا اجيب سيرته هنا دلوقتي؟ اولا، البلاد برين بارير مش مشكله بالنسبه له. ايه البلاد برين بارير؟ هنعرفه حالا. يعني يقدر يعدي للبرين بكل سهوله، ده السايوبنتال. طب دي المعلومه رقم واحد. معلومه رقم اتنين، يخرج من الدم بشكل سريع جدا، فبيدي مفعول سريع، وبيقعد في البرين، بيتراكم في البرين، فمفعول التخدير ممتاز فيه. طيب، ادي حاجه، البلاد فلو. عندي بعد كده حاجه اسمها كابيلاري بيرميابيليتي، اللي هو اللي انا بتكلم فيه حالا، اللي هو موضوع البلاد برين بارير. الطرق دلوقتي، اوقات انت حضرتك بتمشي على طريق مفتوح وواسع زي الدائري مثلا، تيجي في حتت في الدائري عند المرج مثلا تلاقيها اتخنقت. طيب، طريق هاي واي وسريع ومش عارف ايه في السفر، تيجي عند الحته بتاعت الغردقه اللي هو الزجزاج دي، بتاعت الجبال اللي عند العين السخنه دي، تلاقيها ماشيين واحده واحده، تاتا تاتا، لان الطريق حارتين. الكابيلاريز بتاع جسمك كده، في اماكن الكابيلاريز مفتحه، وفي ما بينها فراغات، يقول لك سليتس. زي كده مثلا الكابيلاريز اللي في الليفر وفي البون مارو. الكابيلاريز اللي في الليفر، بص، في فتحات اهي. الشريان نفسه مش متماسك كده، لا مخرم. طب ودي ايه؟ ده بيساعد ان الادويه او الحاجات اللي جواه تخرج للكبد بسهوله. فالديستريبيوشن بتاع الدراجز في اماكن زي الكبد يبقى عالي، وصول الدواء لاماكن زي الكبد عالي. عظيم جدا. طيب، تعالى لي في اماكن تانية مثلا زي الBB او البلاد برين بارير، او الاماكن اللي هي الCNS. بنلاقي هناك ان في حاجه اسمها بلاد برين بارير. يعني ايه بلاد برين بارير؟ يعني بص الكابيلاري عامل ازاي، بص الكابيلاري عامل ازاي، مقفل. في حاجه اسمها بيزمنت ممبرين، في ممبرين كده مغلف الدنيا من بره، مقفل اي خروم. مفيش خرم ابره، مفيش اي فتحه في الكابيلاري. امال يا دكتور الحاجات اللي انت عمال تقول لي بتوصل زي السايوبنتال ده بيعدي ازاي؟ طالما مفيش خرم ابره يعدي منه، بيسيب الدم ويعدي ازاي؟ فاكر لما جيت قلت لك انا ان انا عندي طرق
ان الحاجه تعدي من الممبرين من البلد للناحيه الثانيه، ان هو يكون ايه؟ سمول اند لايبوفيليك. ادي حاجه الثانيه لازم يكون له ايه؟ ترانسبورتر. يبقى انا عندي طريقتين ان الحاجات النيوترنس العاديه اللي هي المغذيات الطبيعيه ان هي تخش للسي ان اس، يا اما يكون ليها ترانسبورتر يعديها، يا اما تكون هي لايبوفيليك وبتقدر تعدي لوحدها. فاذا اي دواء حضرتك عايز تعمله عايزه يعدي للبرين لازم يكون فيه صفه من الصفات دي. فنلاقي ده موجود في دواء زي الليفودوبا. الناس اللي عندها شلل رعاش بيبقى عندهم نقص في الدوبامين، فعملنا لهم دوبامين بره في المعمل وهنديه لهم اقراص. تمام. لقينا مشكله ان الدوبامين اللي بيبقى جاي من الدم هو الدوبامين طبيعي بيتفرز في المخ، الناس دي ما عندهاش، مرضى عندهم شلل رعاش الدوبامين قليل، فانا بديله من بره. فجيت اديله الدوبامين من بره هديهوله عن طريق ايه؟ يتبلع القرص يخش الدم فيروح للبرين. لقينا ان الدوبامين لما بقينا نعمله بالشكل ده ما بقاش عارف يخش البرين. ليه؟ البلاد برين بارير منعه. هو متعود ان الدوبامين يتفرز جوه البرين، لكن انه يجي له من بره دي لا، ما اعرفوش، ما بدخلوش. اكتشفنا احنا حيله بسيطه كده، لقينا ان في ترانسبورترز معينه بتدخل بروتينات معينه، فعملنا حاجه اسمها ليفودوبا. ليفودوبا ايه؟ مركب الدوبامين عادي خالص بس ركبنا فيه امينو اسيد من بره. الامينو اسيد اللي ركبناه ده بقت الكابيلاريز او بقت الترانسبورترز اللي موجوده على الكابيلاريز من هنا بقت تفكر ان ان الدوبامين ده هو الامينو اسيد اللي هم متعودين يعدوه. فالليفودوبا ده هو شكل معدل من الدوبامين لتسهيل دخوله البلاد برين بارير. ليه؟ لان البلاد برين بارير ده كابيلاريز مختلفه، كابيلاريز ستريكت جدا، مقفله مفيش منها اي فتحات، فبتاثر على الديستريبيوشن بتاع الدواء. طبعا بتاثر على الديستريبيوشن بتاعت الدواء. عظيم جدا. ايه تاني ياثر على الديستريبيوشن بتاع الدواء؟ قلناها من شويه، البلازما بروتينز. قلت لك ان اي دواء ماشي في الجسم متحمل على بروتينات. اهو احنا هنا فين؟ احنا هنا في البلد اهو، الحته دي. فزي ما انت شايف الدواء بتاعك اهو، هو الدواء اللي هو عباره عن الاخضر الثلاث كور دول متحمل على البلازما بروتين. في حاجات حره، تمام، وفي حاجات متحمله. ده حر اهو، وده متحمل باوند. مين عنده القدره ان هو يعدي الناحيه الثانيه؟ الحر. طب واللي متحمل ده لا، ما يقدرش يعدي. يوم ما القلب يومين يسيبه يقدر يعدي ساعتها. طب يا دكتور مش دي حاجه كده ممكن تبقى حلوه؟ اقول لك اه، ممكن تبقى حلوه ممكن تبقى وحشه. ليه يا دكتور ممكن تبقى حلوه وممكن تبقى وحشه؟ حلوه من ناحيه ان الالبيومين will act as a ايه؟ ريزرفوار. كانه بيحافظ لي على مخزون من الدواء بيلف في الجسم طول الوقت. فهو الالبيومين ده شايل الدواء اهو، بيلف بيه في الدم. امتى يسيبه؟ الموضوع بيبقى عباره عن افينيتي. عارف انت كانه ولد عينه زايغه، مرتبط وبيحب البت دي، في بت احلى منها هيسيب دي ويروح لدي كده. هو الالبيومين كده ماسك في الدواء. حلو، ماسك في الدواء مثلا سي الهيبارين. طيب شاف مولكيولايه وورفرين جايه اهي، الورفرين احلى من الهيبارين، اركن انت هيبارين هروح للورفرين. ف... فلما تيجوا تاخدوا الدراج دراج انتر اكشنز يقول لك ايه؟ في دراج انتر اكشن مع الدوايين دول. ليه؟ اصل لما الدواء ده بيخش البلازما بروتين بيسيب ده ويمسك ده، فكميه مين تزيد؟ كميه الاولاني تزيد في الدم مره واحده واحنا مش عاملين حسابنا. فيقول لك ينصح انك ما تاخدش الدوايين دول مع بعض، انك لو خدت الدوايين دول مع بعض هتبوظ حساباتنا، هتبوظ اللي احنا متوقعينه. تاني، البلازما بروتينز ممكن تبقى حاجه حلوه لو هنتعامل مع الموضوع ان هو ايه؟ بيسيب لي مخزون دائم من الدواء في الدم، فيبقى يدي برولونجد افكت، مفعول اطول. بدل ما الدواء يشتغل 6 ساعات لا يشتغل 18 ساعه. ليه؟ لان هو قاعد في الدم فتره طويله مع الالبيومين. كل شويه الالبيومين يحرر حبه يحرر حبه، حبه اللي يتحرروا دول يخشوا التيشو يعملوا مفعول. طب امتى يبقى حاجه وحشه؟ يبقى حاجه وحشه لو هو ماسك فيه بنسبه كبيره جدا، مكلبشه بقى بنت لذينه 99% ولا 99.5 ما بيسيبوش خالص. فساعتها يبقى لا، يبقى كده المفروض احقنه لوكالي، يبقى اودي الدواء للعضو على طول بقى. تمام. طيب هل البايندنج البلازما بروتينز بس؟ لا، احنا كمان عندنا الادويه بتاعتنا ممكن تبايند للتيشوز معينه، زي مثلا التتراسايكلينز. حد عنده معلومه ان التتراسايكلين بيتراكم في الاسنان فبيبوظ الاسنان بتاعت الطفل، فممنوع يتاخد للحوامل؟ خدتوا المعلومه دي في اي ماده؟ في مضادات حيويه عندنا اسمها تتراسايكلينز. التتراسايكلينز دي عندها قدره ان هي تبايند بالكالسيوم. طب ايه اكتر اماكن في جسمي فيها كالسيوم؟ السنان والعظم.
فتلاقي التتراسايكلينز بتروح للاماكن فيها السنان والعظم تتراكم فيها. طب امتى الموضوع ده يبقى مضر جدا 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 للاطفال؟ تخوخ لهم عظمهم وتبوظ لهم سنانهم، فما يتاخدش، ممنوع يتاخد تتراسايكلينز لعظم الاطفال. ليه؟ لان في صفات معينه في الدواء بتاعي بتخليه يربط في البونز وفي التيث. تمام. المثال الاكرولين ده مش عليك دلوقتي، بس لمعلوماتك يعني. الاكرولين بيتكسر في الجسم ويطلع توكسيك ميتابولايت. التوكسيك ميتابولايت ده ليه توكسيك؟ لان هو الميتابولايت بتاع الاكرولين ده بيتراكم في الرينال تيوبيولز، بيتراكم في الكدني. فانت حضرتك مع كل جرعه الاكرولين ده يعني ده توكسيك ميتابولايت من اسمهم ايه يا ربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تاهوا عن مخي. بتاع انتي كانسر، دواء انتي كانسر، هفتكر لك اسمه، تايه عن مخي دلوقتي. المهم ان هو بيطلع الاكرولين، هفتكر لك اسمه حالا وهبعته لك. المهم يعني الاكرولين ده بيتراكم في الرينال تيوبيولز وبيأذيها، يبقى رينال توكسيك، بيعمل توكسيستي في الرينال تيوبيولز. فاذا موضوع الديستريبيوشن ابتدى يوضح ونفهمه ونفهم الحاجات اللي بتاثر عليه. طب اللايبوفيليستي بتاثر على الديستريبيوشن طبعا. زي ما قلت لك، كل ما الحاجه تبقى مور لايبوفيليك، كل ما تبقى قادره على ايه؟ على العبور من السيل ممبرينز، تقدر تعدي من البلد تخش على اللي بعده، تخش على السيلز. فكل ما الحاجه تبقى مور لايبوفيليك كل ما تنتشر اسرع. اهو لايبوفيليك يزيد الديستريبيوشن يزيد، عشان ده مهم في الام سي كيوهات. طيب هنا بيكلمك عن الفوليوم اوف ديستريبيوشن، وخلاص عرفنا ان هو هايبوثيتيكال نمبر. تمام. بيديسكرايب الديستريبيوشن بتاع الدراج في الثلاثه كومبارتمنت بتاعت الجسم. الكلام ده معاد وخلاص احنا شرحناه، يعني مش محتاج نشرحه تاني. طبعا انا عندي البلازما هو اول كومبارتمنت، عندي الاكسترا سيلولار فلويد ده تاني كومبارتمنت، عندي التوتال بادي ووتر او اللي هو الانترا سيلولار فلويد ده ثالث كومبارتمنت. فالدواء عشان يعدي من هنا يعدي من هنا لازم يبقى عنده قدره ان هو يعدي. وقلت لك من ثانيتين بالظبط ايه هي الصفه المهمه عشان تخليه يقدر يعدي من كومبارتمنت للتاني؟ لايبوفيليستي وحجمه طبعا.